الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، ذكرنا في الدرس الماضي في الأقوال والأفعال التي تخالف توحيد الرب سبحانه وتعالى الطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحكم بكفرهم أو ردتهم، لأن هذا فيه تكذيب للقرآن العظيم الذي شهد بصدق الصحابة والترضي عنهم من رب العالمين، والشهادة لهم بأن لهم جنات النعيم وغير ذلك من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الكثيرة الواردة في فضل الصحابة رضوان الله عليهم. من أيضا الأقوال التي ذكر أهل العلم أنها تدخل في الكفر رمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين بما برأها الله منه، ولأن هذا يتضمن تكذيب القرآن الكريم. من قذف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالفاحشة فهو كافر بالإجماع، لأنه مكذب لكتاب الله تبارك وتعالى الذي برأها في 10 آيات نازلة من عند الله عز وجل في سورة النور، من عند قوله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. إذ يقول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه ب4 شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه، لولا أن الله رحمكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ثم قال عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم آياته ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يقول الحافظ ابن كثير: هذه الآيات 10 كلها نزلت في شأن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين رماها
أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التي غار الله تعالى لها. الله عز وجل من فوق 7 سماوات غار لزوجة نبيه عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله عز وجل براءتها صيانة لعرض الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، يعني جماعة منكم، ما هم 1 ولا 2 بل جماعة. والمقدم في هذه اللعنة عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، الذي كان يجمع الحديث ويستوشيه ويشيعه حتى أدخل الريبة في بعض قلوب المؤمنين، وتكلموا. وأنزل الله تعالى بعد ذلك براءة عائشة في آيات تتلى في المحاريب والمساجد وتتلى في الصلوات وغيرها إلى يوم القيامة. يقول الله عز وجل: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. يعظكم الله يعني يذكركم الله، وينهاكم يعني أي كتابة يذكركم الله عز وجل وينهاكم بآي كتابه أن تعودوا لمثل فعلكم الذي فعلتموه في أمر عائشة من تلقيكم الإفك الذي روي عليها بألسنتكم وقولكم بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يقول الإمام مالك رحمه الله: من سب عائشة قتل. قيل له: لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. الذي يرمي عائشة بالفاحشة بعد هذه الآيات التي نزلت من عند الله عز وجل فهذا مكذب بالقرآن. وقال ابن حزم، قل حافظ ابن حزم معلقا على كلام الإمام مالك: قول الإمام مالك ها هنا صحيح، وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. الله عز وجل قطع القول ببراءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقال الحافظ ابن بطة الحنبلي: عائشة رضي الله عنها مبرأة طاهرة خيرة فاضلة وصاحبته في الجنة، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة. فمن شك في ذلك أو طعن فيه أو وقف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله تعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان والعياذ بالله. كما أن قذف أم المؤمنين عائشة فيه تنقص عظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، لرسول الله، لنبي الله صلى الله عليه وسلم، وهو أذى شديد، وهو من الأذى الشديد.
قال الحافظ السبكي: وأما الوقيعة في عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله فموجب للقتل لأمرين. الذي يطعن في عائشة يجب قتله، يجب على ولي الأمر أن يقتله لأمرين اثنين. يقول: أحدهما أن القرآن الكريم يشهد ببراءتها، فتكذيبه كفر. الإنسان عندما يكذب القرآن، الله يشهد ببراءتها وهو يكذب بالقرآن، فقد كفر. فالوقيعة فيها تكذيب له، يعني تكذيب للقرآن. الثاني أنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. فالوقيعة فيها تنقص له، تنقص لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنقصه كفر والعياذ بالله. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من قذفها أي عائشة بالفاحشة مع اعتقاده أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها بقيت في عصمته بعد هذا، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تقذف زوجته بالفاحشة وتكون هي كذلك ويبقيها النبي في عصمته ولا يطلقها ولا يفارقها؟ كيف تظن أيها المؤمن بالله عز وجل وبرسوله؟ كيف تظن هذا الظن السيء برسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من التنقص العظيم لمقام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أجمع العلماء على أن من قذفها بما برأها الله منه فهو كافر بالله العظيم. وهذا ذكره غير واحد من أهل العلم، لأنه تكذيب للقرآن، لأنه تكذيب لآيات القرآن. وأما قذف سائر أمهات المؤمنين، قذف بقية أمهات المؤمنين غير عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها الله برأها في القرآن في 10 آيات من سورة النور. طيب لو جاء إنسان وقذف إحدى أمهات المؤمنين، فالعلماء فيه على قولين، أصحهما أنه يكفر والعياذ بالله، والقول الآخر أنه لا يكفر، لأن القرآن شهد ببراءة عائشة رضي الله عنها، فمن خالف ذلك أو أنكره فقد كذب في القرآن، قد كذب بالقرآن، هذا واضح وظاهر. وأما بقية أمهات المؤمنين فلم يرد فيهن آيات في هذا قول قاله بعض أهل العلم. لكن يقول الحافظ ابن كثير ردا على هذا القول: المقذوفة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى إنما غضب لها. يعني لماذا غضب الله عز وجل لعائشة وأنزل الآيات؟ لماذا؟ لأنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل يختلف الأمر لو كانت أم سلمة أو كانت صفية أو كانت زينب أو كانت جويرية أو كانت غيرها من أمهات المؤمنين؟ هل يختلف الأمر؟ يقول الأمر لا يختلف، لأن الله عز وجل إنما غضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها زوجته، فهي وغيرها منهن سواء. القذف لأمهات المؤمنين كله من الكفر المخرج من الملة، لأن فيه تنقص
لرسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. فالوقيعة في أعراض أمهات المؤمنين مسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا تنقص يرجع إلى سب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وسب النبي كما تعلمون سب المصطفى عليه الصلاة والسلام أو تنقصه كما مر معنا سابقا، هذا من الكفر المخرج من الملة بالإجماع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الصارم المسلول على شاتم الرسول، كتابه اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول، يقول شيخ الإسلام: الأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنها. قال: لأن هذا فيه عار ومنقصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن بعده. يقول شيخ الإسلام: الله سبحانه وتعالى حرم الزواج بأمهات المؤمنين بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا حرم الله عز وجل الزواج بأمهات المؤمنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. حرام على المؤمنين أن يتزوج الواحد منهم زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات وهي على ذمته. أما التي طلقها في حياته هذه تحل، لكن أولا كما قال أهل العلم هي أمك كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. كيف يتزوج الإنسان أمه؟ هذه من أمهات المؤمنين. الأمر الثاني أن الزواج بهن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فيه أذى لرسول الله وتنقص لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك حرم الله الزواج بهن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك يا إخوة أن رمي المؤمنات المحصنات رميهن بالفاحشة من كبائر الذنوب كما هو معلوم. يقول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. لعنوا في الدنيا والآخرة. الذي يرمي المحصنة المرأة التي لا تعرف بالشر، المرأة العفيفة، من يرميها بالفاحشة فقد أتى كبيرة من الكبائر ولعنه الله عز وجل. لعنوا في الدنيا بإقامة الحد عليهم، وهو حد القذف، أن يجلد الواحد منهم 80 جلدة وتبطل شهادته، لا يكون مقبول الشهادة بعد ذلك. وأما في الآخرة فله عذاب عظيم والعياذ بالله بسبب هذا الجرم الذي فعلوه وأتوه. وقال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات.
موبقات يعني المهلكات. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، حتى قال وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. قذف المحصنات المؤمنات الغافلات لا شك أنه من كبائر الذنوب، وكيف إذا كان ذلك متعلقا بزوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الحافظ اللالكائي في كتابه أصول السنة أن رجلا ذكر بحضرة الحسن بن زيد ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذكر أم المؤمنين عائشة بذكر قبيح من الفاحشة، فأمر الحسن بن زيد بضرب عنقه، أمر بأن يقتل. فقال له بعضهم هذا رجل منا، فقال معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. فالذي يتهم عائشة بالفاحشة وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رماها بأنها خبيثة. ومن زوجها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فأمر بأن يقتل هذا الرجل لأنه وقع في عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى عنه في كتابه في آيات تتلى إلى يوم القيامة. نسأل الله لنا ولكم السلامة والعافية من كل بلاء وذنب، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خير.